كنت قلت لنا العقاب والعاقبه في الحلقه اللي فاتت، بدل ما انت مش ورانا رايح جاي كده من المنوفيه لمدينه نصر. قلنا العقاب والعاقبه بقى، خلينا نروح وعلى طول عشان ورانا ماتش. طيب احنا وصلنا لحد فين؟ العقاب والعاقبه، ما لحقناش نكمل العقاب يعني. والعاقبه. بص يا سيدي، لو انت عايز حل سريع وسهل عاقب. لو انت عايز تعلم وتوصل معلومه خليه يشوف العاقبه. طب تاني نقولها تاني. العقاب هو وسيله سهله وسريعه للاب ان هو يقوم يعلم ابنه سلوك، بس عن طريق ان هو يحرمه من حاجه بشكل متعمد، او ان هو يخليه يجرب نوع من الالم تحت حجه ايه؟ انه بيعلمه درس. بس الحقيقه ان هو بيديه الهاء عن الموضوع الاساسي، عن ان هو ازاي يقدر يحل المشكله بنفسه. لا واحده واحده. طيب اديني موقف. يعني مثلا انا دلوقتي كسر لي حاجه، تمام، رحت انا رايحه اللي عملته ايه؟ شلت ايدي واديته بالقلم، تمام، وان ما تعملش حاجه زي تاني، الحاجه اتكسرت بسببك. طب المفروض ان انا اروح قايله له مثلا ان الحاجه دي لما تتكسر هات المكنسه نلم الازاز، او اللبن لو اتدلق هات مثلا الفوطه دي نلم الحاجه، عشان يفهم ان الحاجه، يعني دايما يقولك مهاره تقديم المعلومه بتفيدني جدا في حته ان انا اخليه يسمع كلامي بس بشكل غير مباشر، ان هي مش امر، لا انا بخليه يشارك في الحاجه. تمام. ففكره العقاب ان هو دايما بيديني لهي عن الموضوع اللي انا عايزاه، وكمان مش هيديني فرصه ان هو يتاسف لي ولا يفهم المشكله اللي حصلت ايه ولا يقدم تعويضات ولا يشارك. ليه؟ هو خد القلم من غير ما يفهم ايه اللي حصل. تمام. طيب العقاب دايما بيديني سلوك مناقض للحاجه اللي انا عايزه اصلحها او مخالف ليها. هديك حاجتين، انا محتاجه اعمل ايه مع ابني؟ محتاجه اربي، صح؟ وانت محتاج تعاقب. تعال نشوف الاثنين بيعملوا ايه. التربيه هي بتساوي بالظبط التهذيب، والتهذيب ده عباره عن طريقه لضبط النفس بس من جوه داخليا. انا بوجهه لحاجه عشان يبقى في فاعليه في الموضوع وفي ضبط نفسي، هو من جواه عارف ان في احترام متبادل وفي ثقه، فانا هعرف عاقبه الامر ده، مش هاخد القلم. تمام. العقاب وسيله ضبط خارجيه عشان احفظ هيبتي وكرامتي كده، واشفي غليلي من ان الحاجه اتكسرت بتاعتي وان الحاجه دي غاليه عليا، بس من غير ما افهمه حاجه. هديك مثال، دايما الاباء اللي بيلجأوا للعنف الجسدي، ماشي، هو ادى ابنه العلقه اللي هي حلو، سيبه يخرج بره باب البيت، يخرج الشارع، هتلاقيه خرج ضرب حد اداله علقه موت، نفس العلقه اللي خدها، طلع غل. يبقى انا كل اللي انا عملته ايه؟ ان انا خدت اولا امر مخالف للسلوك اللي انا عايزه اصلحه، تمام. ثانيا انا اديته سلوك تاني خالص هو اكتسبه عن طريق العنف اللي انا عرضته ليه، تمام. فهتلاقيه دايما بيواجهني وبيقاومني، ومقاومته للرفض هتبقى اعلى من انت متخيل. طيب العاقبه بقى، العاقبه احنا النهارده هي جايه تستلف مني حاجه، تمام، خدت الحاجه بوظتها، تمام، ورجعتها، عبرت لها على ان الحاجه دي مضايقاني، زي ما احنا قلنا بندي شعور بعدم التأييد للحاجه اللي حصلت. انا اتضايقت وعرفتها ان الحاجه دي زعلت منها، طب جت المره اللي بعدها واستلفت مني حاجه تاني، لا معلش، وانتي بقى بتاخدي مني الحاجه دي عرفيني هترجعيها عامله ازاي، اديني تأمين بقى. أيوة. امني لي على الشنطه اللي انت هتاخديها تأمين شهر والحاجه بتاعتي دي. طيب هي العاقبه هنا عباره عن ايه؟ عن ان هي عرفت ان عاقبه ان انا رجعت الحاجه المستعاره دي مقطوعه او بايظه، استياء صاحب الحاجه نفسها، وان انا هيبقى المفروض عليا حاجه قبل ما اخدها. ايوه، ويبقى هي هنا عرفت عاقبه الامر. فدايما التغيير هيبقى على الشخص المستعير. لما انت بتقدم المعلومه، هو اما يجي يستعير منك هيبقى عارف ان نهايه الموضوع ده ايه لو باظ، نهايه الموضوع ده ايه لو ما رجعش زي ما هو، هيرجع عليا تاني. فانت كده هتفضل ايه؟ العقاب ولا العقاب؟ بالنسبه لنا الاثنين واحد، يعني كان الاول بالنسبه لنا الاثنين العقاب هو العقاب، او ممكن نكون بنعمل الاثنين وعارفين ان الاثنين عقاب. لا هو على فكره ما حدش جرب العقاب والله، هو كله بيلجأ للعقاب عشان لسه ما دخلتش الدنيا ما عنديش فلسه ما جربتش، كله بيلجأ للعقاب بشكل اسرع يعني. طيب انا دلوقتي حصل مشكله، اعرف مين اللي اكل الجبنه؟ يعني الموضوع ده اعرف ازاي؟ اصل انا هقول له مش انا او محمود عبد شكور، كله هيقعد يرمي على بعضه. ايوه. فلفته حلوه من ان انا اقول ايه، الام ما تلجاش انها تقول مين اللي عمل كذا ومين اللي عمل كذا، لا، اول ما هتقولي مين اللي عمل كذا كله هيقعد يرمي على بعضه. لا مش انا، لا مش انا. انت عايزه ايه؟ محتاجه تعملي ايه؟ اعرف، محتاجه تحلي المشكله، صح؟ يعني دلوقتي مثلا هم اكلوا قشروا تفاح ورموا القشره على مثلا، طب انا هنا اول ما اقول مين اللي عمل، اخويا اللي عمل، لا مش انا، ويقوموا يضربوا في بعض ويموتوا بعض.
انا مش فارق معايا مين اللي عمل، اهم حاجه مين هيقوم ينظف معايا. كل اما انا بحرر الطفل ان انا الومه او اعاقبه طول الوقت، اخليه جزء من حل المشكله، مش هخليه هو المشكله. لان انا سبت التفاح مرمي وقمت ضربته، ما استفدتش حاجه، ما انا اللي هلمه برضه في الاخر. لكن لما انا اخليه يساعدني ويشاركني في حل المشكله، انا هلجأ لان انا الاقي الحل في الاخر. طب فرضا عرفت ابن اللذين اللي كان يجيبنا، المفروض احسسه بالذنب بقى، وانت ليه بتعمل كده وما ينفعش، وانا وخساره تربيتي فيك وبتاع والكلام ده؟ هو الاحساس بالذنب او ان انا احسس ابني بان هو عمل حاجه غلط، ده جزء من بدائل العقاب، بس يعني ما نبالغش، ما نافورش بقى. في بعض الامهات بتلجأ ان هي تخاصم باليوم وبالاثنين وبالثلاثه وبالعشرة، بتكسر وبتحطم نفسيه الولد. يعني بص بجد بجد، لو انت عايز تسيب أسوأ اثر في شخصيه الطفل وتضربه وتعمل له اضطراب شخصيه بعد كده، لان خلي بالك شعور الذنب ده مش وقتي، لا ده شعور الذنب ده بيفضل مع الطفل من هو لسه مولود، يعني من هو لسه مع اول تعاملات مع الاب والام. يعني شخصيه الطفل بتتبني من اول 5 سنين لحد 10 سنين. تخيل انت بقى كل حاجه في الحياه بتحسسه بالذنب، بتتاسف له، طول ما انت قاعد تقول له قول اسف. الشعور بالذنب ده بعد كده هيدخله في اضطراب شخصيه حديه، مع تطورات شعور بالصدمه، حاجات كتيره قوي بقى هنتكلم عليها براحتنا، ما تقلقش. فرضا هو مش فارق معاه اصلا، يعني مش فارق معايا انا بتكلم فيه، او بقول لك ايه، انت انا اللي كلت الجبنه يا عم، واعلى في خارج الكون يا عم، اللي انت عايز تعمله اعمله. افرض في اطفال كده، في انت يعني احنا بنتكلم في اعمار مش كلهم صغيرين، احنا بنتكلم في اعمار لحد 13 سنه وصح كده. فلا انا اللي عملت كده، وشوف انت عايز تعمل ايه وانا جاي معاك فيه، جاي معاك في اي سكه يا عم. بص، هو بعض الاطفال بيلجأوا دايما لحته ايه، بيواجه انا اسف. لا انا هقول المواجهه دي كمان شويه. انا اسف، بس بعد نص ساعه بتلاقيه رجع عمل الحاجه الغلط تاني. ليه؟ عشان هم تفكيرهم لسه بنسميه تفكير مجرد، هو مش فاهم حاجه. بنفس السرعه اللي عمل بيها الغلط هي نفس السرعه اللي هيرجع يعمل بيها الحاجه الصح. فانا اقول له انا مبسوطه جدا ان انت قلت لي انا اسف، أو انا اسفه. دي الخطوه الاولانيه، بس لازم الخطوه الثانيه يبقى في تغيير في سلوك يتاخد مع الاسف. ليه؟ لان انا بربي، انا محتاجه ان مره على مره على مره يكتسب سلوك. المخ نفسه بيتعلم بالتجربه. يعني انا لما احب ان انا اوصل لحد معلومه، مش هقولها له من اول مره، لا ده تكرار المعلومه مره واثنين وثلاثه، المخ بيتعلم بالممارسه. تمام؟ طب احل بقى المشكله، انا عايزه ايه؟ ما هو الاجابه في الاخر عند عايزه احل المشكله. يعني دايما بنقول الحل عند الشخص البالغ، الشخص الكبير. انا عايزه احل المشكله. اولا في اطفال اصلا ما بيبقوش عارفين مشاعرهم رايحه فين وجايه منين، عندهم احتياجات مكبوته، مروا بظروف مش حلوه ومش عارفين يتكلموا. في طفل ما بيعرفش يتكلم، انا عايزه اشوف دوافعه لان هو عمل الحاجه الغلط دي ايه قبل ما اعاقب. دي حاجه. الحاجه الثانيه هشوف دوافع انا بقى، انا بضربه ليه؟ زي ما قلت قبل كده، انا بضربه عشان انا مغلوله منه، ولا في سبب اساسي ورئيسي انا بعاقب عشانه؟ يبقى انا بشوف حاجاته ودوافعه ومشاعره، وبشوف مشاعري انا. طيب احنا الاثنين تقبلنا الموضوع كده وربنا هداني وتقبلت الموضوع بصدر رحب، حلو، وكلمنا احنا الاثنين في المشكله ونقدر نوصل في النهايه لحل مقبول للطرفين. طيب الفكره اللي انت قلتيها دي ما عجبتنيش، حط كل الافكار وفندها وشوف ايه الاريح ليك وليا، وما تسمحش ان هو يلومك ولا يتهمك. خلاص اللي فات فات. ده مين اللي يلومك؟ مين؟ ابني. يعني احنا الاثنين عملنا جلسه صلح كده ومصارحه بقى وبتاع وعايزه اصالحه وعايزين نتكلم ونحل المشكله. ان في كل مره انا بعاقبك انت بتعمل فيها ان عادي عاقبني، ايه المشكله؟ لا، ما انا مش عايزه اوصل لكده، انا عايزه احل المشكله. إيه انت دلوقتي عملت كده ليه؟ ونقعد بقى نجيب وشويه مش شازلونج يا فندم ماشي. لا هوصل له برده ان رايه هاممني وان انا بديله وقت ان انا اسمعه. تمام؟ خلاص وصلنا كل الافكار المناسبه، ايه المناسب انه يتنفذ دلوقتي؟ يعني انا في امكاني دلوقتي ان انا اعمل لك كذا، ومش في امكاني ان انا اعمل لك كذا. تمام؟ يبقى انا هنا بحط النقط على الحروف، بحط الاول حاجات ومشاعر ليا، ليه، حل مقبول بينا احنا الاثنين، بنشوف كل الافكار الموجوده وايه اللي يسمح ان احنا نروح ونيجي مع بعض. يعني دايما بيقول لك ادي حته مرونه في التعامل ما بينك وبين ابنك. مش انا اللي صح طول الوقت، مش انا اللي لازم ابقى حازم طول الوقت. يعني في ابهات كده يعني بيكرهوا العيال في عيشتها. لا يعني سيب شويه حب وحنيه في النص كده، يعني ايه مش عارفه اقولها ازاي، يخلوا الموضوع بسيط شويه.
الولاد يقدروا يتقبلوه علشان يقدروا يشاركوك بعد كده ويحلوا معاك. انت بتعمل مملكه خاصه بيك، دول جزء من كيانك، صح ولا لا؟ صح لما يجوا بس هنشوف الكلام بقى اللي احنا هنقعد فيه من الاول ده. طيب انا دلوقتي مثلا ناس كتير انا عملت حاجه غلط ايا كانت هي ايه، فانت مش هتعمل قصادها الحاجه اللي انت تحبها. مثلا عملت كذا انت مش هتاخد مصروف اسبوع، عملت كذا انت مش هتروح النادي، عملت كذا مش هخرجك مع اصحابك اللي انت الخروجه اللي انت عايزها. هل ده طبيعي؟ او يعني الناس شايفه لا مش هضربه يا عم اهو، بس انا هبدل له بدل ما اضربه. انتوا بتوع التربيه الحديثه عارفين ما تضربش انا مش هضرب، وهعمله من حاجه هو بيحبها، فبالتالي بقت عاقبه، وبعد كده ما يعملش الكلام ثاني عشان يروح ويتفسح يعمل اللي هو عايزه. يا سيدي دي عاقبه زي ما انت عايز، واحنا هنتخانق. ايوه قولي لي بقى. بص هو خطا، هو برضو خطا من ضمن اخطاء التربيه. برضو شايفينه بقى. هو اقول لك على حاجه، انت دلوقتي لما ترجع بالتيشيرت بتاعك مقطوع بخيطه لوحدي هل العقاب ده ان انا اخش احرمك من الاكل اسبوع؟ لا دي ايه علاقه ده بده؟ انا دلوقتي انت كسرت حاجه، عملت حاجه غلط، عاقب على الحاجه اللي اتعملت غلط. لكن انت النهارده وقعت شويه ميه على الامهات، طبعا وقعت شويه ميه على الارض، مفيش تمرين، والله لا كسر لك حاجتك، والله ما انت رايحه مش عارفه فين، والمشوار اللي كان نفسك فيه انا مش هوديهولك. يا ستي طب ايه دخل ده بده؟ علميه ان الحاجه اللي اتعملت دي هي اللي غلط، الندم على الفعل اللي هو قام بيها. ليه؟ لان هو لما يكبر هيبقى عارف ازاي يقدر يصلح الحاجه اللي بيقع فيها. يعني في شباب كده بسم الله ما شاء الله بيبقوا كبار في السن وحلوين ومتجوزين، ما بيعرفوش ياخدوا قرارات، ما بيعرفوش يحلوا اي حاجه بيقعوا فيها. فين ماما؟ ليه؟ عشان هم ما تعودوش ان لما يقعوا في مشكله يقدروا يحلوها هم بنفسهم. في النهايه كلمه السر في العلاقات كلها، والعلاقات ما بين الاب والاولاد او الام والاولاد بشكل عام، هي الاحترام المتبادل ما بين الاثنين، وان الابن يلاقي نفسه جزء من الحل اكتر من كونه جزء من المشكله. انا عبد الله طه، ودي حلقه جديده من حلقات بودكاست يا رب ازاي. شكرا يا عبد الله، ان شاء الله ويا رب نخلص.